من 3 أيام تقريبًا نزل قرار بإلغاء الإعفاء الجمركي عن الهواتف، يعني اللي كان معاه الأول موبايل بينزل بيه في أمان الله عادي ما فيش أي مشكلة، بعد كده نزل قرار قال لك إن المغترب له موبايل كل 3 سنين، دلوقتي نزل قرار جديد إن المغترب ما لوش موبايلات أصلًا ويقعد 90 يوم في مصر، وبعد كده هيطلب منه يدفع 38% من تمن التليفون اللي هو شاريه من برّه مصر ضرايب. القرار ده طبعًا معمول عشان الناس اللي كانت بتطلع عُمرة أو الناس اللي بتروح دبي وترجع والكلام ده. وتجيب موبايلات وهي جاية، واللي أنا سمعته برضه إن في ناس كانت بتقف في المطار بموبايلات وتشوف لو حد جاي من برّه تقول له: "أنت معاك موبايل هتسجّله؟" يقول له: "لأ." يقول له: "طب خُد ال10.000 جنيه دول وخُد سجّل التليفون ده و وعدّيه لي وأنا هادّيك حسنتك وأنا هاخد الموبايل منّك برّه قدّام المطار." فالمهم في ناس كانت بتعمل كده فعلًا، ودي حاجة أنا أصدّقها بصراحة لإن عمومًا الناصحين كتير، في ناس كتير بتستنصح يعني. فالمهم الحكومة جات قالت لك: "لا يا باشا والله ما فيش موبايلات نازلة مصر تاني، وأي حد هيدخل بتليفون هيتجمرك عليه وهيدفع فلوسه." وده طبعًا حق الحكومة ليه؟ عشان إحنا عندنا مصانع بتصنّع موبايلات جديدة، بس في هنا يعني كذا نقطة يعني، النقطة الأولانية إن الموبايلات اللي بتتصنّع في مصر جديدة أولًا هي موبايلات غالية، أغلى من برّه، وده ما ينفعش إن الموبايل متصنّع جوّه مصر، فطبيعي إن سعره يكون أرخص من الدول اللي هتستورده بقى منّي. لو أنا مثلًا بابيع الموبايل ب20.000 فالدولة اللي برّه هتبيعه ما يقابل مثلًا 25.000 وأصلًا الموبايل المفروض يتباع ب12 يعني أنا بايعه ب20 وهو المفروض يتباع ب12 فالدولة اللي برّه المفروض هي تبيعه أغلى، لا الحقيقة مش كده لأ، للأسف الموبايل برّه أرخص من مصر يعني، الإمارات والسعودية بيستوردوا الموبايلات من أمريكا ومن مثلًا من سامسونج والحاجات دي، الأيفون وسامسونج والكلام ده الإمارات بتستورده بتبيع الموبايل أرخص من السعر اللي في مصر، يعني ممكن تلاقي الأيفون ب100.000 في مصر لأ، أنت تروح تجيبه ب1200 دولار مثلًا من أمريكا، أو تروح تجيبه مش عارف بكام ما يعادل حاجة و70.000 جنيه في دبي كده يعني، وده ما ينفعش، دلوقتي حضرتك صنّعت التليفونات في مصر، فسعرها المفروض يكون أرخص من الدول اللي بتستورد، لأنها دافعة شحن وسفن وجمارك وضرايب، الناس بتضربها لإضافة ل14% قيمة مضافة صح والّا إيه؟ فدي أول حاجة. الحاجة التانية المغتربين في الخارج. حضرتك دلوقتي أنت لغيت القرار تمام، أو أنت خلاص يا جماعة اللي هينزل من برّه، طب المغترب في الخارج اللي قاعد بقى له سنين برّه ده، إيه دخله في القصة؟ يعني إيه دخله في الحوار؟ ليه دخّلت العاطل في الباطل؟ دلوقتي المفروض إن المغترب يكون له موبايل يا عم هو خلّيها زي كل 3 سنين زي ما أنت عملت، مش هاقول لك كل سنة، مع إنه من حقه على فكرة، إن الراجل ده تعبان وشقيان برّه وبيحوّل للبلد عملة صعبة، فده من حقه. ينزل بالموبايل بتاعه ويتعامل بيه عادي، بكارت الإقامة، معاه كارت إقامة في دولة أوروبية، إذًا فهو شخص مش سائح، إذًا فهو شخص مش طالع يعمل عُمرة وراجع، إذًا فهو شخص مش طلع الإمارات ويشتري تليفون ورجع، لأ ده شخص مُقيم في دولة تانية، وأعتقد أنت عندك كشوفات بأسماء المقيمين في أوروبا والخليج والدول التانية دي، عندك كشوفات بكل ده، يعني إحنا ما بنخرجش هربانين، إحنا بنعدّي من المطار ومقدّمين تصريح سفر وكل الكلام ده متسجّل. فالمفروض المغتربين يستثنوا دايمًا من الحاجات دي، ليه؟ لإن هم مش أصلًا قاعدين في البلد، هم مش قاعدين جوّه، ما ينفعش يتعاملوا معاملة إن أنت هتدفع، ليه؟ لإن هو مش رايح يشتري تليفون وراجع، لأ ده هو عايش برّه، فطبيعي هيشتري التليفون من برّه، أنا مثلًا باشتري التليفون بتاعي قسط، بالطبيعي كده هاشتريه قسط منين؟ أنا عايش في ألمانيا، هاشتري موبايل قسط منين؟ من ألمانيا، ما مش واضحة مش محتاجة حاجة. إيه اللي يخلّيني أنزل أشتريه من مصر في يوم من الأيام، فرضًا أنا عايز أشتري تليفون دلوقتي وأنا أصلًا مش هاعرف أنزل مصر غير كمان سنة والّا سنتين، وهاشتريه من ألمانيا تقسيط، أنا دلوقتي هانزل مصر كمان سنة سنتين، إحنا أصلًا option للتقسيط ده موجود قليل عندنا، وعشان أشتري من مصر تقسيط هاضطر إن أنا كل شوية أدوّر أنا عليّا قسط كام، ولازم أحط مثلًا حساب بنكي في مصر ويتسحب منه، أو إن أنا أحوّل للشركة اللي أنا مقسّط منها أو الموزع المعتمد أو أيًا كان، موال. المغترب في غنى عنه، المغترب عنده حاجات تانية كتير لاهياه وتاعباه، ف واللي هيقول لي يا جماعة المغترب عايش كويس والمغترب مبسوط، هاقول لك يا حبيبي اتغرّب، المغترب لمّا مشي ما قفلش باب المطار وراه، يا ريت ما نتكلمش في النقطة دي، المغترب تعب نفسه عشان لقمة العيش، عشان ياكل كويس، يعيش كويس، يعمل حاجة قبل ما يموت، أنت شايف إن هو عايش كويس وإن هو مش تعبان ولا حاجة وإن أنت اللي تعبان، يا باشا سافر، اعمل زي ما هو عمل.
في ناس كتير استلفت الفلوس وسافرت، يعني 90% من اللي بره مصر مستلفين الفلوس قبل ما يمشوا. فيا ريت ما نخشش في النقطة دي. النقطة دلوقتي عن موضوع الإعفاء الجمركي للموبايلات. المغترب اللي بره مصر، اللي عايش بره مصر، اللي بيدرس، اللي بيشتغل، اللي بيعمل أي حاجة، ما ينفعش إن هو يدفع 38% من تمن الموبايل اللي هو شاريه من بره مصر ودفع ثمنه للدولة اللي هو اشتراه منها. فخلاص هو دفع اوريدي هناك، ليه يدفع في مصر؟ يعني مش فاهم. هو نازل بموبايله، يعني انا مثلا نازل من مصر بموبايلي الشخصي ادفع عليه جمارك؟ هو حضرتك ما خدتش بالك ان القرار ده هيأثر على السياحة؟ انت حتى السياح دلوقتي ممنوع بعد 90 يوم لازم يدفع ضرايب. هو مين سايح؟ انا مثلا لو طالع دولة سياحة وعايز اقعد فيها 4 5 شهور وهي عايزاني بعد ال 90 يوم ادفع ضرايب، ادفع عليه؟ وانا اعرفها اصلا عشان ادفع عليها ضرايب؟ نتكلم بقى عن دولة غير مصر. انا مثلا واحد عايز يطلع، والله عايز اطلع امريكا، ولقيت ان امريكا بتقول لي لو قعدت عندي اكتر من 90 يوم هتدفع 38% من ثمن الموبايل بتاعك ضريبة. فبأنهي وجه حق اديها 38% من ثمن الموبايل؟ فانا هقلل وقت الزيارة يبقى اقل من 90 يوم، فهم الخسرانين. في واحد اهبل كان هيجي يصرف فلوس هناك. فدلوقتي حضرتك بتأثر على السياحة بشكل كبير. وفي ناس بدأت تشتكي، خلايجة، خصوصا الخلايجة لان هم بعدوا عندنا كتير، بيشتكوا من ان الموبايلات هتتقفل خلاص ما فيش شبكه. فحضرتك دلوقتي ضريت السياحه، ضريت المصريين في الخارج اللي بيحولوا لك عمله صعبه لمصر. فيعني يا ريت نركز في الحته دي شويه ونفكر في الموضوع كويس، عشان حضرتك بتاثر على حاجات، كذا حاجه مش حاجه واحده يعني، سياحه ومغتربين وعمله صعبه بتخش البلد فيا ريت نفكر في الكلام و... ونوصل لحل كويس ان شاء الله. بس وان شاء الله مجلس الشعب يوصل لقرار، لان هو حاليا بيتناقشوا في القرار بيشوفوا مين اللي أصدر القرار أصلا، وإزاي القرار ده زي ده يتنفذ أصلا من غير مراجعة مجلس الشعب. وإن شاء الله نوصل لحل كويس، والشباب يعني المغتربين يعني يكون لهم أي استثناءات أو أي صلاحيات أو أي دعم جوه أو بره أو أي حاجة بقى. يعني مش عايزين نحس إن إحنا منبوذين، إن هو أنت مشيت بره فأنا هاخد منك بس مش هديك. الكنز اللي عندنا اللي اسمه المصريين في الخارج ده، انا هاخد منه بس مش لا والله انا هاخد منك بس. فيا ريت نفكر في الموضوع كويس وندرسه تاني ونوصل لحل يفك الازمه اللي حصلت. بتضر كذا اتجاه، المغتربين والسياح و... ولازم سعر التليفون لازم يرخص شويه في مصر، جوه مصر، عشان اللي بره مصر يجي يشتري من عندك. يبقى انت بتنفع اماكن كتير قوي، مش بس إن الشركه اللي بتبيع المنتج. في اماكن كتير قوي هتستفيد بمجرد ان في ناس تيجي تشتري التليفونات من عندك. بس اتمنى اكون يعني قلت كل حاجه. شكرا. سلام.